ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من سلسله التحدي. يلا بينا نجهز الفطار ونشوف الفيتامينات اللي احنا بناخدها اول ما بنصحى من النوم مع وجبه الفطار. دلوقتي هنجهز الفطار. اول حاجه هناخد مالتي فيتامينز معانا في الفطار، وهناخد الزنك، وهناخد فيتامين اي، ناخد 400 في اليوم مرة واحدة. وعندنا المغنيسيوم، وعندنا الكالسيوم، وعندنا الفوار ده بناخده قبل الفطار. وليكتور فورت برضو قبل الفطار. الحاجات بتاعتي دي تحسها بتكسر حباية. وايه تاني؟ واوميجا 3 في نص الوجبة. المفروض كل الحاجات دي كنا نطلبها مستوردة، بس احنا بدأنا مستعجل فطلبنا الحاجات دي، خدناها من الصيدلية. وكو انزيم ده هناخد منه واحدة قبل الفطار. يبقى دي كل الفيتامينات اللي احنا بنستخدمها قبل وجبة الفطار. يلا بينا نجهز وجبة الفطار ونشوف هنفطر ايه. طيب عايزين ميزان؟ الميزان كده. طب يا جماعة، أول حاجة هناخده الفوار ده. فايدته إن هو بيعمل سيولة كده وبيسهل عملية الهضم. نوزن لا، المفروض ان احنا عندنا البيض. وجبة الفطار النهاردة مش هيكون فيها اي كربوهيدرات، هيكون 6 بيضات و 50 جرام افوكادو. المفروض ان احنا في الفطار بناخد زبدة فول. تعالوا نجيب زبدة الفول. هي المفروض زبدة لوز، بس حاليا شغالين بزبدة فول لحد ما نلاقي زبدة اللوز. طبعا كل حاجة لازم تكون بالميزان. نجيب الميزان يا محمد، نجيب الميزان هنا، نصفر الميزان. وهناخد 15 جرام زبدة فول. ماشي اوكي، يعني كده حوالي 16 جرام، يعني حوالي 15 جرام بس يا جماعة. ودي كده وجبة الفطار في اليوم بتاع النهاردة اليوم الرابع.
وتابع معانا اليوم عشان نشوف بقيه الوجبات. دلوقتي هنوزنها علشان رايحين مشوار وهنتمرن بره، مش هنتمرن في الجيم بتاعنا النهارده. طيب يا جماعه، هنجهز دلوقتي وجبتين هناخدهم معانا. هنجهز وجبه الستيك اللحمه، وبعد كده هنجهز وجبه الفراخ، وهنشوف هنعمل ايه. 150 جرام لحمه حمراء، ومعاهم 150. فين الرز؟ الرز فين؟ نجيب كده الرز كان هنا. وهناخد معاهم 90 جرام رز بسمتي، مش معلقه كبيره. طيب يا جماعه كده 90 جرام قبل الطبخ، يعني دول معمولين قبل الطبخ، بس احنا طبعا هنقسمهم على 3 وجبات، فهيدولنا حوالي 250 جرام أرز. الوجبة التانية نصفر الميزان وهنحط 200 جرام صدور، اليوم 250 جرام صدور، وهنصفر. هناخد الرز كده على طول، مفيش وقت. خليهم 250 260. يبقى كده 90 جرام رز كده، دول حوالي 90 جرام قبل الطبخ، دول 90 جرام، دول 90 جرام قبل الطبخ، بس بعد الطبخ بيكونوا حوالي 250. كده نكون جهزنا وجبتين هناخدهم معانا ونروح التمرين. عندنا النهارده تمرينة شيست، المفروض اليوم الرابع. اول يوم لعبنا شيست ودخلنا معاه كتاف جانبي كتاف خلفي. تاني يوم لعبنا رجل. تالت يوم امبارح لعبنا ظهر، والنهارده عندنا شيست. اسلوب التمرين هفهمه لكم بس بعدين. يلا بينا. وحاجه اخيره يا جماعه، مع كل وجبه هنحط 50 جرام افوكادو مع وجبه الفراخ، ومع وجبه اللحمه 50 جرام 50 جرام. يبقى كده الوجبه 50 جرام افوكادو، 90 جرام ارز قبل الطبخ، و250 جرام صدور، و150 جرام لحمه. يلا بينا. ليتس جو. طب يا جماعه، ده الايديتور وده مساعد الايديتور. طب يا جماعه، دي الوجبه الثانيه هتكون قبل التمرين. 150 جرام لحمه، و250 جرام رز، والافوكادو. نخلص الوجبه دي نروح نتمرن. نشوف هنتمرن ايه النهارده. نتمرن شيست بس. يلا بينا. شايفين
هنا يا جماعه الايديتور بتاعي عمال ياكل ايه سايبني. الايديتور سايبني. طب وني يلا. طب يا جماعه ده هيكون اول تمرين على الانكلاين. هنظبط البنش بحيث ان البنش يكون ضارب على الشيست العالي بالشكل ده. هنجرب الماشين الاول. محتاج الكرسي ينزل سنه بسيطه. اوكي كده ظبط. اول شكل هيكون بالاداء الخفيف، وبعد كده هنبدا نزود واحده واحده. طب يا جماعه ده الشكل الثاني. هنبدا نزود وزن. يلا نجيب 12 عده. اوكي ليتس جو. ميتين وتلاتين باوند. عاش ان شاء الله. طب يا جماعه ده الشكل الثاني. هنلعب هنا بر مستوي. هنلعب هنا 4 جولات من 8 عدات ل 12 عده. روح معاه سنه بسيطه من النص. كان واحد. روح جامد. فوق الاول فوق الاول بس صح. طب يا جماعه ده الشكل الثالث. هنحاول نجيب فيه 8 عدات بس. يلا بينا. تأمينة بس يا محمد. ماشي من ورا العكس. ايدك العكس. يلا معايا. روح شيل سنة بس. فوق 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 فوق.
طيب يا جماعه، ده التمرين الثالث. هنلعب هنا على الكيبل 4 مجاميع. هنحاول نتقل الوزن على قد ما نقدر، وهتحاول تسكويز بيه الجزء ده هو اللي بيزق، مش القبض دي تالت مجموعه، وزن تقيل. يلا. ايزي. مية كيلو يمين و100 كيلو شمال. ايزي. فينيش. ده اخر جوله. بعد كده هنخش على التمرين الرابع، نلعب فلاي على الدكه. يلا. اخر دور في الفلاي، نحاول نجيب 8 عدات. يلا ايزي. 1 2 3 4 5 6. وصلت للفيلير. هو ده المطلوب، ان هي اخر عده توصل للفيلير. طيب يا جماعه، ده الدور الثاني في الدمبل العالي. حاولنا نجيب 10 عدات. يلا. 1 4 5. روح يا عم. يا جماعه، وبكده نكون خلصنا تمرينة النهارده. تمرينة تشيست قويه جدا. يلا بينا نكمل اليوم. فنش بقى. طب يا جماعه، خلصنا التمرين. هناخد الشيك بروتين بتاعنا، عباره عن 30 جرام بروتين ايزوليت
بعد التمرين مباشر. جامد. الحاجة الوحيدة بس برضه تحسه مش مسكر قوي يعني، عشان ايزوليت فطعمه طب يا جماعة، وجبة بعد التمرين هتبقى صدور دجاج وأرز بسمتي و50 جرام أفوكادو. الأرز البسمتي ده 90 جرام قبل الطبخ، و250 جرام صدور دجاج.